تكلمت على الإنسان الجزائري. أي. هذا الكينونة هذه الجزائرية، الالجيريانيتي دو الالجيريان، ما كانش واحد جزائري في 3 قرون اللي حكم الجزائر. ميرزو مورتو، حسن فينيزيانو، حسن اغا، قرصو، كل هذو أستاذ خليفة، هل بسبب أنه الجزائريين كانوا خلاص ديميسيونير يعني من هذا البلد؟ السلطة كانت خاصة بالأتراك. أقترح أن يرجع المشاهدون إلى الكتاب لأنه مهم جدا ويدرسوه. يقول لك علاش الجزائري كيفاش كانوا ينظروا. الجزائريين كانوا طبقات. الأتراك في ذاك الوقت يعني كي نقول لك الجزائريين من كان يعيش في الجزائر، الأتراك، بعدهم الكراغلة، بعدهم الحضر، بعدهم البرانية، بعدهم الدخلاء اللي هم السلك الدبلوماسي والمعتمد والأسرى الإسباني إلى آخره والمسيحيون. هذوما طبقات. هذو سكان المدن. سكان الأرياف أيضا طبقات، قبائل المخزن، قبائل الرعية، قبائل الأحلاف، قبائل، وهناك ما يسمى بقبائل السيبة والخلاء اللي ما كان حتى سلطة تحميهم. يسون ليسي ا اومام، صديق متروكين لانفسهم. فوالا. مع العلم ان تركيا هي كانت اللغه الرسميه للدوله في ذاك الوقت. كل الوثائق الرسميه تاع الدوله والتعاملات الخارجيه بالتركيه. الشيء اللي كان يهمهم هو الفلوس. التركيه اسمح لي، الجزائري اي جزائري وما زال اي جزائري الى هذه اللحظه اي جزائري تقول له التمرين يقول لك انا يقول بالك من الصحراء الغربيه من الواد يعني يريد ان يبحث عن النسب الشريف، ولكن معليش راح نبداو بسؤال قصير جدا يحتمل إجابة قصيرة كذلك، وبعد ذلك نعود إلى سؤالنا الأصلي: هل كان العثمانيون سبب تخلفنا؟ وجود العثماني في الجزائر صحيح في البداية كان حماية من لا ريكونكيستا كما قال الأستاذ، ولكنه بعد ذلك تحول إلى احتلال وحجرة. احتلال، نعم، احتلال غاشم وحجرة، وهذا ما تقوله المصادر الجزائرية وراي عندي قبل الأوروبية. يعني الجزائري مصادر المختصين في التاريخ الجزائريين يقولوا هذا الكلام بالأرقام والشهادات وكذا. هذه لازم تعرف في الجزائر كاين نوعين من القبائل او 3 انواع. كاين قبائل مخزن